لو بصينا لخريطة السياحة العالمية هنلاقي أسماء كتير بتحاول تثبت وجودها، لكن فيها أسماء قليلة جدا قدرت تحجز لنفسها مكان وسط الكبار بثبات وثقة. ومن الأسماء دي مجموعة بيك الباتروس. المجموعة النهاردة مش بس بتشارك، دي بتمثل مصر في واحد من أهم التجمعات السياحية الدولية، معرض كازاخستان الدولي للسياحة، الحدث اللي بيجمع نخبة من أكبر شركات السياحة حول العالم، وبيتحول كل سنة لمنصة حقيقية لرسم ملامح السوق السياحي في العالم. وجود بيك الباتروس هناك مش صدفة ولا مجرد مشاركة شكلية، ده امتداد طبيعي لنجاح كبير اتحقق على أرض الواقع، نجاح خلى المجموعة تبقى من أهم الكيانات الفندقية اللي بتنافس بقوة على المستوى الدولي، وبقت عنوان للجودة والرفاهية والاحترافية. القصة من الأساس بدأت برؤية واضحة، رؤية راجل فاهم قيمة السياحة كويس، كامل أبو علي، اللي قدر يحول فكرته لمشروع ضخم وبعدين لمجموعة عالمية اسمها بقى معروف مش بس في مصر لكن في كل أسواق العالم. ومن خلال المشاركة دي الرسالة اللي بتوصل قوية جدا، إن السوق الكازاخستاني بقى من الأسواق الواعدة واللي بيزيد الاهتمام بيها يوم بعد يوم، خصوصا مع الإقبال الكبير على المقاصد السياحية المصرية، وعلى رأسها شرم الشيخ، واللي بقت حالة خاصة، مدينة قدرت تجمع بين الهدوء والجمال الطبيعي والخدمات الفندقية الفاخرة، شواطئها الساحرة، مياهها الصافية، وأجواءها اللي مناسبة طول السنة، كلها عوامل خلتها وجهة مفضلة للسائح الكازاخستاني. وده اللي قاله رجل الأعمال كامل أبو علي، واللي أكد إن أعداد سائحي كازاخستان في زيادة مستمرة، وفيه ثقة كبيرة من السائحين في مستوى الخدمة اللي بتقدمه فنادق بيك الباتروس، سواء من حيث الجودة أو التجربة المتكاملة. المميز هنا إن المجموعة مش بتعتمد على نجاحها الحالي وبس، لكنها دايما بتفكر لقدام، بتدور على أسواق جديدة وبتقوي وجودها الدولي، وبتشتغل بخطوات محسوبة علشان تفضل في الصدارة. محمد عيد سليمان مدير التسويق الإقليمي لمجموعة بيك الباتروس للفنادق قال إن مشاركة مجموعة بيك الباتروس في معرض كازاخستان الدولي للسياحة مش مجرد ظهور في معرض وخلاص، دي خطوة ضمن استراتيجية أكبر هدفها توسيع النفوذ وجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر ودعم مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في العالم. وفي النهاية لما نلاقي اسم زي بيك الباتروس حاضر بقوة في حدث عالمي بالشكل ده، لازم نعرف إننا قدام تجربة نجاح حقيقية، تجربة بتكبر كل يوم وبتأكد إن مصر لسه عندها كتير تقدمه للعالم، بس لما يكون في اسم بيعرف يوصل الصورة بالشكل الصح.